السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي في الله، معكم أيوب في الدرس الثالث من دروس تدريبية للزواق على الرندا. درت لكم الدرس الأول فيه الطرز الرباطي على الجوانب، درت لكم الجزء الثاني الدرس الثاني درت لكم هاد الزواقة هادي في هاد الطوق هذا. كنت مازال ما كملتوش، دابا كملتو بحال هكذا، طلع ليا بحال هكا واخدته بمزوق. درتلو مبغيتش نكترلو الالوان، نوريلكم دابا كيف طلع. طلع ليا بحال هكذا، هي راه خفيفه، راه فيها غير 20 غرزه. هنا ممكن ان تعمريها كلها بالبريد، ممكن ان ديري لها شي حجيره، ممكن ان ديري لها شي عقده، شي حاجه، ولكن انا بغيت نخليها هكذا خفيفه. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وبطبيعه الحال غادي ندخلوا في الزواق ديال البريد في الكوزه. كيف ما دابا رانا كنديروا هاد الجوانب، انا خليت هاد المثلث هذا عن قصد باش ندير لكم فيه الزواق الثالث اللي ممكن انه نديرو هنا في الجوانب ديال الطوق. والمره الجايه ان شاء الله ما غاديش ماشي في هاد الطوق، غادي نشوف شي طوق اخر كون خدمت 20 غرزه اخرى، ونوري لكم زواقات اللي ممكن انه نديرو في الكوزه مختلفه بينها هاد الزواقه هادي وزواقات اخرين اللي ممكن انه نبدعو ونديروهم في الكوزه ان شاء الله في الدروس القادمه من هاد السلسله ديال الدروس. دابا غادي نوري لكم الشكل الثالث اللي ممكن انه تزوقوا به هاد المثلث هذا. واللي ما شافش الزواق الاول، الطريقه ديال الرباط على الراندا للمبتدئات، طرز على الراندا للمبتدئات، طبعا انا كنخاطب غير المبتدئات. هاد الشكل هذا راني درتو لكم في الدرس الثاني، غادي نحط لكم الروابط على الفيديو في ديك النقيطه تما في الفيديو او لا في صندوق الوصف لتحت، نحط لكم الروابط ديال الدرس الاول والدرس الثاني. دابا غادي نبداو على بركه الله. درت لكم واحد اللون مغاير بزاف، درت لكم الكحل باش تبان شنو راني كندير ويبان الخدمه اللي غادي نخدمو في هاد الطوق هذا. نديرو خيط ونبداو بسم الله على بركه الله. شنو عندنا هنا؟ عندنا هنا هاد المثلث، هاد الزواقه اللي غادي ندير لكم ممكن انها تجي في اي مثلث كان، هي الحساب ديالها غادي تختلف. ممكن انها غادي تجيك على 3 وصافي، ممكن انها الا كان عندك هنا مثلث كبير تجيك هنا فيها 4 ديال الدوائر، وممكن انها تجيك فيها 5، وممكن انها تجيك 6 على حساب العرض ديال هاد المثلث اللي عندك نتيا. هاد المثلث هذا راه صغير كيف كتلاحظوا، راه مفيهش بزاف. 10 وصافي، 10 العيون، 10 العيون مثلث راه صغير، راه ماشي بحال 15 عين كيكون كبير، و40 عين بطبيعة الحال كيكون كبير بزاف. فهذا راه غير 15 عين، ولكن نفس الطريقة ممكن ان تطبقيها في اي حجم عندك ديال هذا المثلث واي حساب. غادي تحسبي هنا عندي 1 2 3 4، نقزنا وحده، 1 2 3 4، نقزنا وحده، 1 2 3 4. اذا هنايا غادي نبدا هنا بحال هكا. انا غادي نبدا في السطر الواحد جوج، هذا السطر الثالث، باش نخلي نفس المسافه منا نخليها منا، حيتاش انا هاد المثلث راني عارفه بلي راه صغير وغادي يخرج لي غير 3 ديال الدوائر، 3 ديال العجلات وصافي. الا بديت من الطرف ودرت هنا 4 ما غاديش يخرج لي هنا 4، غادي يخرج لي واحد صغير. لهذا فانا غادي نوريكم، غادي ندير غير 3. بدا غادي تحسبي 1 2 3 4، غادي تهزي هاد 4 الغرزات،
وممكن انه تهزي 5 ديال الغرزات، راه بحال اللي بغيتي نتيا. بغيتي تهزي 4 ولا بغيتي تهزي 3 كيجي نفس الشكل. كتهزيه بحال هكذا وكتخرجيها في نفس البلاصه وكتشدي الابره وكتعمري عليها. انا عندي الخيط على 4، غادي نعمر 25. الا كان عندك الخيط على 3 تعمري اكثر، تعمري حتى 35 غرزه بحال هكا. غادي تشدي وتخرجي هذا الخيط بحال هكذا ويدك ما تحيديهاش من تما. كديري بحال هكا، كتجبدي كديري بحال هكذا منين كتشدي هذا الخيط هذا تلويه على صبعك بحال هكا. راني لويته 2 مرات باش نجبد بقوه باش تدور لي بسهوله بحال هكا. من بعد غادي نحطها نردها هنا في بلاصتها. هاد الغرزه هذه هي صغيره على الا كنتي غادي تعمريها بالعقيق على 4 من العقيق ديال 4 ولا ديال 5 ممكن انها ديري 5 الغرزات ماشي مشكل. غادي تحسبي لاحظي انه انا خليت واحد الغرزه بيناتهم، ما رديتش الغرزه، ما رديتش هذا الخيط في نفس البلاصه. لاحظي ان انا خليت غرزه بيناتهم ها هي. فغادي تحسبي عاود نفس العدد 1 2 3 4 وغادي تهزي. انتي غادي تشدي الحساب ديال المثلث اللي عندك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. ها هي 25 و خويوها هنا بحال هكا. عاوتاني ترجعي في نفس البلاصه في نفس الغرزه وتنقزي واحد الغرزه، تحسبي 1 2 3 4 1 2 3 4 وتعمري بحال هكذا. تعمري على الإبرة بحال هكذا. هنا انا درت 3 ولاحظوا انه انا صافي مبقاليش فين نزيد 3 اخرين. انتي الا كان عندك هذا المثلث كبير ممكن انه تزيدي 3 اخرين 4 اخرين، تزيدي 4 اخرين باش يجي كبير. ولا كان عندك المثلث كبير ديري حتى ال5. هاد الدوائر هادو، هاد العجلات هادو هكذا ديري وحدين اخرين. هاد الحلقات هادو رديها في بلاصتها وجبدي. دابا شنو غادي نديرو؟ غادي نرجعو هنا فوقها تماما بحال هكذا، فوقها تماما. وغادي تحسبي لي عاود 1 2 3 4 غادي تجيك فوقها وغادي تهزي وغادي ديري نفس الحساب 25. نخويو بحال هكذا. ديري رديها بلاصتها ونقزي غرزة هنا، اي غرزة بيناتهم، وهزي عادي 1 2 3 4 ها هي فوقها
بحال هكدا. جاتني غير صغيرة فيها غير 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 29. هيا نعاودوها. هنا تعاوديها تجبديها هكذا وتبقى لك غير وحده الاخر. الا بطبيعه الحال كان عندك المزيد، كان عندك هنا 4، غادي تزيدي عاد الثالثه الفوق، وغادي تزيدي الثانيه، وغادي تزيدي الاولى. يعني انتي كتمشي فوقهم وكديري هاد الشكل هذا هكذا. كتمشي عاود هنا فوقها بحال هكذا، و كتهزي 1 2 3 4، كتهزي نفس العدد، كتعمري بنفس العدد باش يجيو مقادين. بحال هكذا. شحال ما عمرتي في الابره كيجيو منفوخين اكثر. يعني الا عمرتي 30 غادي تجي طويله اكثر. يعني شحال ما عمرتي في الابره كيجيو طوال اكثر، كتجي بحال هكذا. دابا ممكن اننا نعمروها بالعقيق. تركبي الابره في الخيط في الابره بحال هكا، الخيط ديال الخياطه ماشي الحرير. ما تعمريش بالحرير بصفه نهائيه. وكتجيبي هنا فوقها قدامها مباشره، كتخرجي الابره منها هكذا. كتجيبي عقيقه رقم 4 ولا رقم 3 اللي بغيتي. الافضل انه رقم 4 احسن. وكتهبطي بحال هكذا، يعني عشوائي ماشي شي حاجه. كترجعي عاود نفس القضيه هنا هكذا، ونعمرو العقيق ديالنا. الخيط خاصك ديريه على 4 باش يعاود نتعاتي. واخا كتكون هي كتحرك عاليه، منين كديري لها العقيق كتثبت بلا ما ديري لها شي غرزه ولا شي حاجه. فالعقيق علاش كنقول لكم ديروا العقيق رقم 4 احسن. رقم 4 كيوقفها ما يخليهاش تطلع بحال هكذا. ونزيدو الاخرين بنفس الطريقه. كتجي بحال هاد الشكل هذا بحال هكذا.
ممكن انه تحكمي فيها وفي الحجم ديالها كيف ما بغيتي. شحال ما كان عندك نتي في المثلث ممكن ان ديري الحساب ديالو. كتجي بهذا الشكل هذا. كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم، تكون عجباتكم بحال هكا، وتكونوا استفدتوا منها. ممكن كما قلت لكم ديروا الاحجام اللي بغيتو، ممكن ان ديروا غير 3، ممكن ان ديروا 4، ممكن ان ديروا 5. هاد الزواقه هادي عندي هنا هاد الجوهره انا درت فيها غير 2، واخا عندي هنا المثلث نقدر ندير فيه 3 حيت باش مبغيتهاش نديرها شارج بزاف. ودرت لها هاد الزواقه هنا الكوزه. الكوزه ممكن انه تبتكري في الزواق ديالها وتختلفي، وهادو بجوجهم ديال واحد السيده، داكشي علاش خالفت لها الرشمه شويه، وما بغيتش ندير لها الحجر باش ماشي كلشي ندير لها الحجر والعقيق. فدرت لها هنا الطرز الرباطي، هنا درت لها البريد. وكنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. المره الجايه انا غادي نبدا نقترح عليكم هاد الزواقات هادو الطريقه باش تقنوهم في الكوزه صغيره ولا كبيره. وان شاء الله نتمنى تكونوا استفدتوا بالدرس ديالنا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.